كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نحط السكنات بتاعتنا جوه برنامج فيتيوب ستوديو عشان نعمل الكاركتر بتاعتنا. اول حاجه هنروح على جوجل وهنكتب في بوست اللي هو الموقع اللي احنا متعودين بنجيب منه السكنات بتاعتنا او الكاركتر بتاعتنا بشكل مجاني. طبعا عشان نبقى عارفين كلها كاركتر 2D لان فيتيوب ستوديو ما بيشتغلش الا بكاركتر 2D. فهنبحث في البحث بتاع بوس على 2D Life أو Life 2D Models. هتجيلنا حاجات كتيرة نختار منها اللي عليها 0 GBY اللي هي من غير فلوس. فعليكم مثلا أنا اخترت الكاركتر دي وهبدأ إن أنا أحملها. طبعا متأكدين مكتوب عليها فوق أهو، شايفين Life 2D Model يعني دي اللي هتشتغل. طيب هننزل تحت نشوف الشروط بتاعة الموديل دي واستخداماتها ايه. طبعا دي حاجة مهمة. اول حاجة the copyright of this model belong to comic author، يعني الكوبي رايت بتاعتها كلها ترجع للشخص ده. فانت لما تيجي تعمل اي فيديوهات للكاركتر دي ما تنساش تحط في وصف الفيديو بتاعك ان هو اللي ليه الحاجة دي. بعدين the model can be used to make videos and cannot be used for political مش عارفة ايه، يعني هو سامح لك انك تعمل بيها فيديوهاتك. انزل كده للنقطة رقم 3، prohibited from being used for live streaming or for profit، يعني مش مسموح لك انك تستخدمها تعمل بيها لايف ستريمينج، بس انت مسموح لك تعمل بيها ايه، فيديوز عادية. فانتبه للشروط دي ومتنساش تحطها في اللينك. طيب احنا كده حملنا الكاركتر بتاعتنا. هندخل على الملفات بتاعت الجهاز بتاعتنا، هنختار الملفات الأخيرة ونجيب آخر ملف احنا محملونه للكاركتر ونضغط عليه ونحدده. بعدين هنفتحه بأي برنامج بيفك الضغط عندنا، وليكن مثلا أنا بحب الزي لانشر. بعدين هحدد الوجهة بقى اللي هفك الضغط فيه. أول حاجة هضغط على ذاكرة الجهاز من الجنب، بعدين هختار أندرويد اللي هو الخيار التالت، بعدين داتا، بعدين هدور على فيتيوب ستوديو الامتداد بتاعه وهدخل جواه وهختار منه فايلز، وبعدين هدخل على لايف 2D، وبعدين هعمل فولدر جديد باسم الكاركتر بتاعتي. ولما اعمل الفولدر اقوم فاكك ضغط الملف اللي معايا جواه بقى زي ما انا عملت دلوقتي. كده خلاص، كده انا ضفت الملف بتاع الكاركتر. خلاص هفتح بقى برنامج فيتيوب ستوديو. هلاقي الكاركتر بتاعتي موجودة، بتفتح علامة البيرسون او الشخص اللي موجودة في الجنب هنا ويجيب لك كل الكاركتر. هتلاقيها باسمها، شخصيتي مثلا محملها باسم مارش، فهتلاقي الكاركتر بتاعتك اتثبتت واتضافت عادي. كل الفكرة ان احنا ايه، نفك ضغط الملف جوه الملف بتاع لايف 2 دي موديلز اللي احنا فتحناه جواه. وادى الكاركتر بتتحرك معايا مظبوط وحركتها كويسة، حركة شفايفها كويسة، يمكن بقها واسع شوية ولكن هي كويسة. واليمين شمال برضو كله تمام معايا وسعيدة وكويسة، يعني تحركاتها لا بأس بيها. بالنسبة للموبايل مع التسجيل تقدر انك تعمل بيها حاجات كتير. ممكن بس ان احنا ايه نهدي بقها شوية لانه مفتوح شوية عن طريق السنسيفيتي. ندخل على علامة الكاميرا الموجودة ونهدي فتحة الماوس شوية، لو الماوس سمايل سنسيفيتي، عشان بس بقها ما يبقاش مفتوح كده باستمرار مع حركة البق. لكن هي كويسة. انتبه بقى للملاحظات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو ده. نلتقي في فيديو جديد. سايونارا.